مساء الخير واهلا بحضراتكم ومباشر من مصر. النهارده عندنا حلقه دسمه، عندنا اخبار كتير، عندنا اخبار مختلفه من كل مكان، عندنا اخبار محليه واخبار دوليه. ده في الفقره الاولى. اما الفقره الثانيه هنتكلم فيها عن الحوار الوطني، الحوار الوطني اللي منذ انطلاقه بالدعوه اللي اطلقها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ابريل الماضي من 2022، وكل المؤسسات تكاتفت من اجل ان يكون هناك حوار وطني بمفهومه الحقيقي، من أجل أن يضم ويشمل كل التيارات المختلفة. ده اللي هنتكلم عليه النهاردة في فقرة الصالون، وأكيد هنحاول نفهم من الرسائل المهمة اللي قالها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلماته في افتتاحية جلسة الحوار الوطني. عايزين نعرف ونحل أمور كثيرة. كان في كلمة للسيد عمرو موسى قال فيها العديد من التساؤلات على لسان رجل الشارع المصري. السيد فريد زهران من الحزب الديمقراطي الاجتماعي قال كلمات كثيرة، في حد معارض، في حد مع، في ناس بتقول لك عندنا سلبيات كثيرة عندنا حاجات إيجابية، بس في المهم في النهاية احنا اتفقنا قبل كده في حلقة كنا اتكلمنا فيها على الحوار الوطني ان الخلاف في الرأي لن يفسد للوطن قضية. هو ده اللي يهمنا، هو ده اللي في الآخر ان يهمنا الإصلاح والحوار والآراء المختلفة والاقتراحات من أجل أن يكون وطن يسع الجميع ووطن يعم برخاء على شعب مصر العظيم. اسمحوا لي في البداية قبل ما نطلع الفاصل نرحب بضيفتنا الكريمة اللي هتشرفنا النهاردة في حلقتنا النهاردة، وهنقسمها معاها جزئين. الجزء الأول نتكلم في فقرة الأخبار طبعا، وبعد كده هنتكلم معاها بخبرتها وتحليلاتها السياسية المحترمة. معانا الكاتبة الصحفية والمحللة السياسية الدكتورة مريان جرجس اللي منورانا النهاردة. ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا يا أستاذ شريف، أهلا بحضرتك وبكل السادة المشاهدين. فعلا يا فندم أهلا بحضرتك. دكتورة مريان زي ما متعودين نطلع لفاصل قدمنا لنا زمايلنا في الكنترول عن آخر الأخبار، ونرجع مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة مريان جرجس النهارده ونحلل معاها مصر حصل فيها إيه. خليكم معانا. رئيس الوزراء يشارك في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث. الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال: لدينا اقتصاد قوي قادر على مواجهة الأزمات بفضل تنوع مكوناته. وزير الإسكان يعلن إطلاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوابة خدمات المستثمرين لدعم الاستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين. وزير التعليم: تشغيل تقنية الفيديو لضبط الغشاشين في الثانوية العامة فار. الزراعة: انتهاء المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس السيسي زراعة 100 مليون شجرة. التخطيط: 206 مشروعات تنموية بالوادي الجديد باستثمارات 3.9 مليار جنيه. لأول مرة في الإسكندرية مهرجان النحت على الرمال بشاطئ السرايا العام. الكويت: شؤون الانتخابات تواصل استقبال المرشحين. مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم. منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس. لافاروف: سنرد بإجراءات ملموسة على هجوم الكرملين. موسكو: العلاقات مع واشنطن على حافة الانزلاق لهاوية المواجهة المسلحة. الاتحاد الأوروبي: نجاح الانتخابات التشريعية التونسية عنصر أساسي لاستقرار البلاد. الصين وروسيا تتعهدان بتعزيز العلاقات في إطار منظمة شنغهاي. اهلا بحضراتكم معانا مره ثانيه، وبنجدد ترحيب بضيفتنا الكريمه دكتوره مريان جرجس المحلله السياسيه والكاتبه الصحفيه. منورانا يا دكتوره مريان. ميرسي يا فندم، اهلا بيك. دكتوره مريان، خلينا نبدا معاكي من اول خبر النهارده. ورئيس الوزراء ذهب الى العاصمه البريطانيه لندن، وده للمشاركه نيابه عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا للمملكه المتحده. واحنا عرفنا ان الملك تشارلز هيلبس حاجه من جد جد جده، يعني صحيح. يعني في تنصيبه ملكا لبريطانيا حاله من التاهب الكبيره في المملكه المتحده، امور كثيره جدا. ويمكن ناس كتير بتعول على تشارلز وعلاقته حتى بالحكومه البريطانيه كان نوع من، ما كانش فيه انفصال، ولكن كان فيه تواصل شديد ما بين تشارلز عندما كان وليا للعهد وما بين صحيح. الحكومه، سواء رئيس الوزراء الاسبق
رئيس الوزراء الحالي. الحقيقه يمكن الملك تشارلز هو اكتر امير او ولي عهد تولى ولايه العهد اكتر من 6 أو 7 عقود، يعني هو عمره الحقيقي دلوقتي 74 سنه. فالحقيقه طبعا الولايات المتحده او بريطانيا العظمى هي بتتاهب لحفل كبير جدا لم تشهده يمكن من 4 أو 5 عقود. والحقيقه ان الحفل ده ليه مراسم وليه تحضيرات كبيره جدا بتتكلف كثير من المال. يمكن هذا الحفل او هذا التتويج مترقب او مرتقب ان هو يتكلف اكتر من 250 مليون استرليني، وده رقم كبير جدا اكبر من اللي تكبدته حتى بريطانيا العظمى في ايام تنصيب إليزابيث الثانيه. ولكن الحقيقه خليني اقول لحضرتك انه في كثير من الدول تم دعوتها، ولكن هناك بعض من الدول لم توجه لها المملكه المتحده الدعوه، مثل افغانستان وسوريا. ولكن طبعا مصر كانت من بدايه او من على صداره قائمه الدول اللي تم توجيه ليها الدعوه. المهندس مصطفى مدبولي نيابه عن فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخاصه في علاقه هذا التتويج عايز اقول لحضرتك ان هو هيتسم بانضباطات امنيه كبيره طبعا جدا في كل العاصمه لندن. دلوقتي الشرطه الانجليزيه منتشره في كل ربوع لندن. والحقيقه كمان خليني اقول لحضرتك ان هو دايما ملك بريطانيا هو بيكون حاكم للكنيسه الانجليزيه طبعا. يمكن المسيحيه فيها طوائف كثيره جدا زي الديانات الاسلاميه ايضا، ولكن الكنيسه الانجليزيه هي كنيسه منفصله عن هذه الطوائف. وهذا التتويج سيكون موجود في ال4 رؤساء لل4 طوائف اللي موجودين هناك. نتحدث عن ملك جديد لبريطانيا منذ 100 عام، يعني ولكن حضرتك كما تعلم ان الاسره الملكيه هي تملك ولا تحكم طبعا. ولكن هذا الملك سيكون له صلاحيات كما كانت ليها إليزابيث الثانيه صلاحيات. من حقه طبعا ان هو يعين الحكومه، من حقه ان هو يحل البرلمان، مجلس اللوردات ان هو يعين بعض من اللوردات ويعطيهم بعض من الاوسمه او الصلاحيات. الحقيقه يمكن كان في بعض من الخلط السياسي سواء في البلدان او الجزر التابعه للتاج البريطاني ستبقى تحت الحمايه البريطانيه ولا هتخرج منها. مثلا جزر الجامايكا دلوقتي بتعمل استبيان على او استطلاع راي على بقائها تحت حمايه التاج البريطاني او الخروج منه. استراليا الحقيقه يمكن انت تتوقعي لا، في بعض من البلدان بالفعل هتخرج من التاج البريطاني. يمكن جزر الجامايكا لو الاستبيان ده خد نسبه كبيره او نسبه مئويه كبيره بالفعل هتخرج. ولكن عندنا استراليا رئيس الوزراء الاسترالي اعلن مبايعته الكامله لكينج تشارلز الثالث، لان هو بالفعل كان في استبيان قبل كده في سنه 99 في استراليا ولكنه باء بالفشل من الخروج. يمكن الساده المشاهدين فاكرين ان استراليا ليها رئيس منفصل. هل تتوقعي ان هيبقى في حاله مختلفه جديده لبريطانيا؟ حالة سياسية زي ما قلت حضرتك يا استاذ شريف، هو دايما الاسره الملكيه هي تملك ولا تحكم، وليس لديها انها تتدخل كثيرا في الشؤون السياسيه. بيكون للملك او الملكه صلاحيات ولكن ليس لديه راي سياسي بيوجه ليه الحكومه البريطانيه. ولكن رئيس الوزراء البريطاني طبعا هو ريتشي سوناك هو اللي بيحدد سياسه الدوله او سياسه المملكه المتحده. خلينا نروح من بريطانيا وتحليلك المحترم الواضح للحالة السياسية البريطانية للقدس المحتلة ومواجهات ما بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في بلدة الدوحة غرب بيت لحم في جنوب الضفة الغربية. في إصابات كثيرة نتيجة هذه المواجهات، إدانات دولية كثيرة جدا، مداهمات لعدد من المنازل والتفتيش من قوات الاحتلال الإسرائيلي. منظمة التعاون الإسلامي بتدين استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي خاصة في نابلس. يعني كل يوم بيحدث هناك اقتحامات من خاصة جانب بعد الجيش شريط خضر عدنان كمان. بالظبط كده. شايفه الموضوع ازاي؟ يعني خليني اقول لحضرتك يا استاذ شريف، يمكن على الساحه السياسيه دلوقتي كل الناس بقت منشغله بكثير من القضايا الجديده، السودان والصراع الروسي الاوكراني، ولكن تظل القضيه الاسرائيليه الفلسطينيه دائما فيها تصعيد ودائما للاسف فيها توترات. واحنا كلنا يمكن بكل الاديان السماويه بندين هذا التصعيد وهذا التجريح اللي بيحدث لاشقائنا في فلسطين. ولكن للاسف النهارده صباحا في يوم الجمعه حصل في بلده اسمها الدوحه، ودي موجوده في بيت لحم في الضفه الغربيه المحتله، حصل تصعيد ويمكن بعض من البيوت المدنيه تم اقتحامها من قبل شرطه الاحتلال. والحقيقه مش منظمه التعاون الاسلامي بس اللي بتدين، ولكن كثير من المنظمات زي ما قلت لحضرتك وكثير من الدول العربيه والغربيه باتت تدين هذا التصعيد الغير مبرر والسافر. الحقيقه منظمه التعاون الاسلامي هي ليست المره الاولى اللي بتدين فيها التصعيد اللي بيحصل في القدس او في فلسطين، وهي
بتطالب الاطراف الفاعله بالتدخل. ده حقيقي، ولكن كان ليها تصريح سابق وكانت بتدين او على خلاف على لم تلقى اعجاب تصريح رئيسه المفوضيه الاوروبيه اورسولا فون دير لاين ان هي كانت بتهين او لا تلقى او لا تقدم الاحترام الكامل لمقدسات القدس. والحقيقه يمكن انا دايما باكد وبقول ان الدوله المصريه موقفها ثابت حيال القضيه الفلسطينيه، وهي لم تكتفي فقط بان هي تروج للقضيه الفلسطينيه في الغرب وتلفت انتباه العالم كله لمسانده هذه القضيه، ولكن لا يجب ان ننسى المبادره المصريه اللي قدمتها لاشقائنا في غزه بقيمه 500 مليون دولار للتشغيل وايضا لمساعدتهم في التنميه والانتاج. وده ايمان للدوله المصريه ان دايما التنميه هي دايما اللقاح او الدفاع ضد هذه الممارسات السافره والمرفوضه. خلينا نسافر لروسيا والصين في الجانب الاخر من العالم ملتهب ايضا. يعني اصبحت هناك تحالفات دوليه كثيره. النهارده الصين وروسيا اتفقتا على مواصله تطوير العلاقات الثنائيه. سيرجي لافاروف وزير الخارجيه الروسي خلال لقائه مع عضو مجلس الدوله وزير الخارجيه الصيني تشين كانغ قال ان الصين مستعده للتعاون مع روسيا لتنفيذ التوافقات الهامه التي توصل اليها رئيس البلدين في زياره شين بينغ لروسيا في مارس الماضي وتعزيز الاتصالات الاستراتيجيه. صحيح. تحليلك ايه؟ اصل كلام واضح. الخبر ده يمكن فيه كثير من الاشياء اللي يجب نقف عندها يا استاذ شريف، والحقيقه ان احنا لو هنتحدث احنا بنتحدث عن تكتلات كثيره جدا بتعيد بنائها تاني او بتكبر وهي موجوده اوريدي على الساحه. يعني منظمه شنغهاي كثير من المحللين والساسه قالوا ان هي هتكون اداه لمحاربه الغرب. الحقيقه ان العلاقات الروسيه الصينيه طبعا بتنتعش في ظل هذا الصراع الروسي الاوكراني، وكل يوم في جديد في هذا الصراع الروسي. يمكن حتى النهارده تابعنا التصريح المهم اللي كان من مجموعة فاغنر اللي قالت ان هي خلاص بدأت ان النفاذ للذخيرة في محاصرة بخمود. الحقيقة ان في كثير من الجديد على الساحة، ولكن لو هنخص بالحديث منظمة شنغهاي، هذه المنظمة تأسست في عام 2000-2001 ودخلت حيز التنفيذ في 2002. والعام الماضي كان الاجتماع في سمرقند ما بين وزراء الخارجية بتوع هذه الدول. يمكن الدولة التاسعة هي كانت منتهى من الدول، الدولة التاسعة هي كانت إيران اللي انضمت كعضو رئيسي، ولكن الكلام دلوقتي على ضم الإمارات وعلى ضم الكويت كشركاء حوار لهذه المنظمة. الحقيقة أن هذه المنظمة هي أمنية واقتصادية وأيضا أوراسية كده واضحة. يعني يمكن حضرتك لو خدت بالك أو لاحظت أن هذا الاتحاد الأوراسي أو التكتلات الأوراسية هي اللي بدأت أن هي تكون بتبان على الساحة كمان، خاصة ما كانتش باينة. يعني الأول كانت في يعني حقيقي. علاقات مختلفة أو تبادلات تجارية واستراتيجية، بس ما كانتش بهذه الصورة. بالطبع هذا الصراع بيغير كل أوراق اللعبة السياسية، وزي ما قلت لحضرتك في تكتلات بدأت الصعود وتكتلات اقتصادية كبيرة جدا يمكن في الأيام الجاية زي تكتل البريكس اللي موجود فيه الصين وموجود فيه روسيا. فإذا احنا طبعا والهند وساوث افريكا او جنوب افريقيا والبرازيل. فاحنا هنا بنتحدث عن تكتل اقتصادي سيصعد، قد يكون بقوه الاتحاد الاوروبي، سيكون له عمله منفصله بقوه الاتحاد قد يكون انه قد يصل الى اللي هو دلوقتي ليس بقوه الاتحاد الاوروبي، ولكن قد يصل. احنا بنتكلم عن اقتصاد لدول الهند، الصين، روسيا، فاذا احنا بنتحدث عن اقتصادات قويه جدا. صح. تتوقعي الكفة تختلف؟ أكيد يا فندم، أكيد لن يكون الاتحاد الأوروبي وسط هذه كل الخلافات. أتوقع طبعا أن يكون مفاوضات روسيا وامريكا. لا، هو انا لا اتوقع يمكن الحل السلمي ما بين اوكرانيا وروسيا. يعني حتى المبادرات انت فاهم قصدي، في تصريحات بتقول يعني ان هناك احتماليه نشوب حرب عالميه وكلام كتير. صعب. لا صعب فندم. هي الحرب العالميه لم تكن حتى بالمفاهيم اللي احنا اعتدنا عليها، يعني لن تقوم حرب في رايي ودي قناعه شخصيه مثل الحرب العالميه الاولى والثانيه، ولكن هي حروب اقتصادات دلوقتي. يمكن شكل الحرب اتغير عن زمان حتى لو في الصراع العسكري داير وموجود والطائرات والصواريخ موجودة، ولكن الحروب الجديدة بشكلها الجديد هي أصبحت حروب اقتصادية. زي ما احنا بنقول دلوقتي أن اتحادات أوراسية هتكون موجودة على الساحة، اتحادات اقتصادية هتكون أكبر، واتحادات وتحالفات أكثر من الاتحاد الأوروبي. خلينا نروح الخبر ده نستوقفني، خبر مهم. يعني ممكن حد يسمعه كده بمرور القراءة، ولكن الخبر ده مهم لأن خاصة العالم كله بيعاني احتباس حراري وتغير مناخ وأمور كثيرة جدا. فأنت في أمس الحالة والحاجه ان انت تزرعي لك شجره، أكيد. انك تنظفي الهواء من التلوث، امور كثيره جدا. النهارده وزاره الزراعه اعلنت قيامها بزراعه 1,300,000
شجره، ده ضمن مبادره الرئيس السيسي بتاع زراعه 100 مليون شجره. صحيح. بس هم زرعوا حوالي 700,000 في القليوبيه والغربيه والفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط والوادي الجديد. انا ليه بقول لحضرتك ممكن ان حد يمر كده؟ لان لا، البيئه محتاجه مننا فعلا هذا الاهتمام، صح ولا لا؟ صحيح. بس خليني اقول لحضرتك يا استاذ شريف ان كل هذه المجهودات هي طبعا بتوجيهات من السيد الرئيس وهي مبادره رئاسيه، يعني 100 مليون ولكن شجرة. لابد انه بعد انتهاء كوب 27 ان مصر كانت تنتهك سياسات واستراتيجيات في المناخ كثيره جدا. بمعنى. يعني بعد كوب 27 مصر كانت بتستضيف قمه كبيره للمناخ، خدت على عاتقها كثير من الالتزامات والتعهدات العالميه، كان لابد ان هذه المجهودات تستمر. كوب 27 لم يكن مجرد تصريحات ولم يكن مجرد قمه عقدت في شرم الشيخ فقط، ولكن بعديها لازم الدولة المصرية أن سلوكها كله حتى الإنتاجي وعلى المستوى الاقتصادي والمالي أن يكون هناك مشروعات خضراء كثيرة جدا، وده اللي بالفعل احنا شفناه. يمكن إنتاج الهيدروجين الأخضر، الأمونيا الخضراء، كل هذه التوسعات، وأيضا حتى المذكرات التفاهم والاستثمارات الخارجية كانت بتصب أكتر في الاستثمارات الخضراء. طبيعي التشجير، احنا عندنا بالمناسبة مركز للتشجير، والحقيقة أن هذه المبادرة تمت بالتعاون ما بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة ومركز التشجير، ولقت إعجاب وتقدير من منظمة الفاو العالمية. الحقيقة طبعا إن يمكن القاهرة من أكثر العواصم اللي كان احنا بنقولها أكثر تلوثا طبعا عن باقي نتيجة الصناعة ونتيجة كثير من الممارسات الخاطئة في العقود السابقة. خليني أقول لحضرتك كمان إن كل هذه المجهودات أيضا هي تحفظ ويعني تسند لمصر اللي هتسلم الراية للإمارات في كوب 28، وبالفعل بيحصل تفاهمات كثيرة جدا واجتماعات ما بين الجانبين لتسليم الراية لكوب 28. وزارة التخطيط دكتورة هالة السعيد كشفت عن حوالي 206 مشروعات تنموية في محافظة الوادي الجديد. المحافظات النهائية اللي ما كانش فيها اهتمام بدأ الاهتمام بيها. صح؟ صحيح. شايفه الموضوع ازاي؟ وهذه الخطوه من الدوله المصريه، حوالي 26 قريه في محافظه الوادي الجديد بعدد مستفيدين 34,000 نسمه. صحيح. الحقيقه يا استاذ شريف خليني اقول لحضرتك انه خطه الدوله المصريه وروايه الدوله المصريه في التنميه هي مختلفه كثيرا عن كل الدول. يمكن كل الدول اللي بدات او خدت هذا الخط من التنميه لم تكون بتواجه هذه التحديات الاقتصاديه العالميه اللي بتواجهها الدوله المصريه. احنا بالعكس بعد ملف السودان احنا بنواجه تحدي اقتصادي وتحدي سياسي امني، لان احنا بنتحدث عن خطر يحيق بنا بالحدود الجنوبيه، ولكن الدوله المصريه مستمره وتسير في مسيره التنميه. طيب سؤال قد يتبادر لكل اذهان المواطنين او المواطن المصري، هل هو ده وقت التنميه؟ بالفعل يمكن انا دايما بجاوب على هذا السؤال وبقول ايوه هو ده وقت التنميه، لانه احنا مش ممكن ابدا نتوقف عن مسيره التنميه. لو حصل توقف لعجله التنميه او لمسيره التنميه وهذه الخطه اللي الدوله المصريه بتضعها، طبعا حضرتك عارف ان كل التنميه والمشروعات التنمويه اللي مصر بتعملها بتكون على معايير امميه. يعني مثلا في الخبر اللي حضرتك قريته ده بيحقق المعيار ال17 من الاهداف الامميه، وهي عقد الشراكات للتنميه المستمره او للتنميه المستدامه. فالحقيقه ان احنا حتى في احلق الاوقات لابد ان التنميه تستمر، لان لو التنميه توقفت الاستثمارات هتتوقف. كثير من الاشياء في مصر هتتوقف. في تصريح لوزير قطاع الاعمال، هقول لحضرتك وتتفق معاه ولا بتختلف. الدكتور محمود عصمت: لدينا اقتصاد قوي قادر على مواجهة الأزمات بفضل تنوع مكوناته. ده كان خلال اجتماع مع عماد مصطفى رئيس شركة القابضة للصناعات الكيماوية وجمال هنداوي رئيس شركة سينا المنجنيز، عشان موضوع التعدين، عشان يبقى عندنا صناعات تعدينية مختلفة. صحيح. هل تتفق فعلا ان الاقتصاد بتاعنا قوي قادر على مواجهة الأزمات على الرغم من ان هو بيعاني؟ اقول لحضرتك ان كل الاقتصادات بتعاني بلا استثناء، ولكن الاقتصاد المصري هو يبلي بلاء حسنا. مش هقول ان اقتصادنا قوي، اقتصادنا نامي، ولكن هو يبلي بلاء حسنا حتى هذه الدقيقة. يعني بنقول انه ثابت على اسس راسخة يا دكتور؟ اكيد، على الاقل ان الدولة المصرية لديها رؤية واضحة. التخبط دايما والرؤية الضبابية للدولة هي اللي بتعكس بظلالها على الاقتصاد، ولكن الدولة المصرية تعرف جيدا المشكلات اللي بتقابلها ولديها رؤية مستقبلية يمكن تصل ل 2030. خليني اقول لحضرتك ان رويترز عملت استطلاع رأي حوالين الاقتصاد المصري وتوقعت ان هو ينمو في هذا العام المالي بقيمة او بنسبة 4%، وفي العام المالي الجاي اللي هو 23-24 ان هو يكون هينمو بقيمة 4.5%. ودي ليست بنسب يعني سيئة على الغاية، لان احنا بنشوف فيه كثير من نسب النمو بالسالب في بعض من الدول، ولكن كون ان الدولة المصرية بتحافظ طبعا قبل الصراع الروسي الاوكراني وقبل
وباء كورونا احنا كنا وصلنا ل 6%، وبعدين في هذه السنه يعني وقعنا ل 3.9. دلوقتي احنا على حسب الاستطلاع الراي بتاع رويترز 4، وفي العام الجاي هيبقى 4.5. خليني اقول لحضرتك ايضا انه ستاندرد اند بورز هذه المؤسسه الاقتصاديه العالميه بتعمل حاجه اسمها مسح، ان هي زي بتعمل استطلاع راي اقتصادي او مسح لكل الاداء المالي اللي بيحصل في مصر، ويمكن وقفت التصنيف الائتماني بتاع مصر على ثابت او مستقر، ولكن النظره المستقبليه كانت سيئه، وده نتيجه طبعا للتضخم اللي بيشهده العالم كله. ولكن على الاقل ان احنا نقدر نطمن الساده المشاهدين ان الدوله المصريه لديها اليات لكبح التضخم ولديها اليات مرنه. يمكن اللجنه الماليه في البنك المركزي دايما في حاله انعقاد عشان دايما تحدث. يمكن النهارده الصبح انا سمعت خبر ان البنك المركزي الامريكي زود نسبه الفايده بنسبه 25 نقطه اساسيه، والحقيقه ان كل ما بيستمر بيزود الفايده ده بيأثر طبعا على التضخم وبيزداد. بمناسبه الاستثمارات، وزاره الاسكان عملت حاجه محترمه جدا. الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه اطلقوا بوابه خدمات للمستثمرين. صحيح. ده بمناسبه الكلام اللي حضرتك قلت عليه، علشان ييسروا الاجراءات على المستثمرين والدعم للاستثمار. احنا عارفين المدن الجديده في اماكن كتيره المستثمرين عايزين ياخدوا فيها اراضي، يبنوا فيها أراضي. حاجات، مصانع، استثمارات، منتجعات، الحاجات دي كلها. فدي اظن دي فرصه كويسه للمستثمرين الى جانب موضوع الرخصه الذهبيه. صحيح، بدون شك طبعا ان الدوله المصريه يمكن من بدايه تولي السيد الرئيس المسؤوليه وهي بتهيئ مناخ الاستثمار، ولكن هذا الخبر تحديدا هو بيبين او بيظهر للمستثمرين قد ايه مصر هي تسير في التحول الرقمي بشكل كبير جدا. لان هذه اول خبر، بمعنى او لو هنبسطه بشكل بسيط جدا، ان هي الدوله تم طرح بعض من الاراضي اللي فيها المرافق والخدمات للمستثمرين ان هم يقدروا يبتاعوها من خلال الانترنت، بس على المستثمر ان هو يدخل ايميل فاليد او فعال لهذه المنصه الالكترونيه، وبعد كده بيتم الاجراءات. ولكن حتى بيتم التواصل عنه من خلال الايميل، يعني حتى لو مستثمر مش موجود في مصر ولكن هو يرى ان هو يريد هذه القطعه من الارض، وزاره الاسكان بتحاول انها تسهل عليه وبتخاطبه من خلال الايميل كل الاوراق الثبوتيه ليه هو كشخص. ولكن يعني دي للقطع اللي اقل من 5 فدادين في القاهره في العاشر من رمضان، وفي ايضا في العاصمه الاداريه. ده تشجيع يا دكتور. طبعا بدون شك. وانا عايزه اقول لحضرتك انا لما قلت 5 فدادين دي معناه ان هو بيستهدف المستثمر اللي يعني في البدايه، يعني طبعاً المستثمر الناشئ، سواء مستثمر اجنبي او عربي او سواء مستثمر مصري. طبعا يعني في ناس بيحبوا يستثمروا في هذه المنطقه. انا سبت تصريح سيرجي لافروف للاخر، لان قال اجراء محادثات مع الغرب امر حتمي، وقال موسكو مستعده لده، بس في نفس الوقت لافروف قال فلاديمير زيلينسكي هو دميه في يد الغرب. صحيح. نائب وزير الخارجيه الروسي سيرجي ريابكوف قال العلاقات الروسيه الامريكيه على شفا الانزلاق الى الهويه، ما ده اللي انا سالت حضرتك عليه. وهو بيقول اننا بنحاول اننا نتجنب السقوط للهويه. احنا نسمع مين؟ نصدق مين؟ هل هم على شفا هويه؟ هل بيستعدوا لحرب غير معلنه؟ امور كثيره، ولا هي مجرد تصريحات اعلاميه؟ هي الحرب دائره في طبعا، مؤتمرات صحفيه وامور كثيره ما بين امريكا وروسيا. صحيح. يمكن النهارده يا استاذ شريف كان في المجلس الامن الروسي وعلى لسان ديمتري بيسكوف عشان هجوم على الكرملين بالطيارات بسبب الهجوم على الكرملين. طبعا النهارده المجلس الامن الروسي في حاله انعقاد، والحقيقه سيرجي لافروف هو النهارده في نيودلهي عشان منظمه شنغهاي. وايضا خليني اقول لحضرتك ان كل هذه الاخبار عن الصراع الروسي الاوكراني، احنا دايما بنقول ان بوتين لن يعود خاسرا ولن تتوقف هذه الحرب، وواضح ان احنا عدينا اكتر من سنه وحوالي 3 أو 4 شهور في هذه الصراع. ولكن على الصعيد الاخر هتلاقي حضرتك في تركيا في اسطنبول تحديدا وزراء الدفاع من تركيا ومن اوكرانيا ومن روسيا منعقدين لتمديد اتفاقيه الحبوب، وهي في رايي يمكن هذا الخبر هو الكارثه في الصراع الروسي الاوكراني، لان اتفاقيه الحبوب بتنتهي ب 17 مايو. طبعا حضرتك تعلم ان تركيا سهلت تصدير الحبوب من موانئ الاوكرانيه والروسيه اللي كانت متعثره انها توصل للعالم كله، ولكن هي تنتهي في 17 مايو. النهارده هذا الاجتماع في تركيا او في اسطنبول تحديدا بيفكروا، او وزراء الدفاع بيفكروا ازاي هيمددوا اتفاقيه تصدير الحبوب. هذا هو التداعيات لابد طبعا اكيد لازم هناك آلية طبعا للتمديد، لان احنا كده بنتحدث على كارثه في الامن الغذائي في العالم. فالحقيقه انه الصراع الروسي الاوكراني هو
بالفعل كارثة على العالم كله، ولكن التداعيات السلبية بتاعته في الأمن الغذائي، وإن إحنا قد إيه بنفقد نسمات تحت خط الفقر، وطبعا كل التداعيات السلبية اللي حصلت في اقتصادات الدول والإنهاك للاقتصادات الدول الغرب في تسريع وتيرة التصنيع العسكري. وحضرتك شايف كم مليون دولار وكم مليارات الدولارات اللي صرفت على أو تم إنفاقها على الإنفاق العسكري ومد أوكرانيا بهذا المتاع العسكري. الحقيقة أن هي دي في رأيي هي الكارثة الحقيقية في الصراع الروسي الأوكراني. تتوقعي نهايته إمتى؟ ولا تتوقعي لا أحد يتوقع طبعا ميعاد محدد، ولكن نتمنى اتكلمنا كذا مرة في الموضوع ده، يقبلنا يعني لا فترة هو لن يعود خاسرا. عايزه اقول لحضرتك ان الاكثر يمكن سوءا هو انه تم هجوم على المحطه النوويه في زاباروجيا، ويمكن هي دي المشكله بالفعل. وكل يمكن المحللين والساسه والحديث هو هل سيتم تصعيد نووي او لا. هي دي المشكله بالفعل يعني. التصعيد النووي ده مش هيكون في مصلحه اي حد في العالم، في الكره الارضيه كلها، ده كده بنتكلم على نهايه عالم يعني حقيقي فعلا. طيب انا اسمحي لي، انا عايز ارجع لحضرتك لو نصيحه قبل ما نطلع يعني للفاصل ونتحول الكلام حول الحوار، لو نصيحه كده تقوليها في موضوع ما يعقب كوب 27 وما تحدثنا عنه، عن ان هناك مسؤوليه على الدوله المصريه، وان هناك وتيره معينه يجب ان يتم اتخاذها للحفاظ على البيئه، لاحتباس الحاجات، لان هي دي فعلا الكارثه الحقيقيه. الموضوع مش في تنميه، يعني الموضوع انا لو ما عنديش مناخ اعرف اعيش فيه او اتنفس بيه، او البحار والمحيطات والانهار منسوبها يعلى، خلاص انا بتكلم هنا عن قرب نهايه حياه. صحيح. خليني اقول لحضرتك كوب 27 يمكن كان متميز عن كل قمم المناخ السابقه، ان هو قدر انه يلزم بعض من الاطراف الدوليه المتسببه في كوارث المناخ ان هم يمولوا كثير من المشروعات كنوع من التعويض للخسائر التي حدثت للمناخ. فنقطه بس هم الالزام ما الفلوس حقيقي، ولكن على الاقل حضرتك استطعت ان تلزم هذه الاطراف ان هي تعمل صندوق مخاطر، ان هي تمول بقيمه 100 مليار دولار. ان بايدن حتى في كلماته عندما جاء الى مصر وفي قمة المناخ وقال رقم بسيط هيقدمه للقارة الأفريقية، ولكن المكسب الحقيقي، يمكن احنا لما كنا بنحلل الأخبار على كوب 27 كنا بنقول ان المكسب الحقيقي اللي استفدنا من هذه القمة ومن مجهودات الدولة المصرية انها استطاعت ان تلزم او ان هي تجيب هذه النقطة على الطاولة. حضرتك عارف في السياسة انه بعض من الاشياء عندما لا تذكر هي تنسى، تسقط بالتقادم، ولكن ان كون ان مصر استطاعت ان تجلب هذه النقطة الى طاولة المفاوضات، ده اللي متوقع في كوب 28 من الامارات ان هو يتم التنفيذ. ده نجاح وذكاء مصري اننا يعني اجذب هذا الموضوع، وخاصه ان هو يتعلق بالحياه البشريه. اكيد طبعا، لانه عايزه اقول لحضرتك ان افريقيا هي اللي بتدفع الثمن، وهي لا تشارك في الغازات السامه والميثان وثاني اكسيد الكربون سوى 3%، فهذا رقم صادم. عندما يتحمل العالم الغربي الصناعي 97% هو السبب في التغيرات المناخيه. وانا عايزه اقول لحضرتك مش بس تغير مناسيب البحر او ذوبان الجليد، ولكن ايضا التصحر والعطش والجفاف. هتلاقي ان البيئه دايما فيها ميزان معين بيوزن كل الاشياء، ما بين المناسيب البحر، ما بين المياه العذبه، ما بين توافر البيئه الجيده، التصحر. فكل هذا الميزان البيئي عندما يختل بيحصل خلل في كل اركان البيئه. اولا بشكرك على تحليلك المتميز لفقره الاخبار زي ما احنا متعودين، بس احنا مكملين مع بعض زي ما قلنا في المقدمه. احنا هنسيب الاخبار وهنتكلم على موضوع مهم جدا، موضوع الحوار الوطني. صحيح. وهنتكلم القلب، وسنتحدث وننتقد وهنقول وكلمات الناس اللي اتقالت ورسائل مهمه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسه الافتتاحيه. اسمحي لي هنروح لفاصل. اتفضل. وبعد الفاصل ارجع لكم مره ثانيه مع ضيفتي الكريمه الدكتوره مريان جرجس، المحلله السياسيه والكاتبه الصحفيه الكبيره. هنتكلم معاها على امور كثيره ومختلفه حول الحوار الوطني في جلساته بحضور التيارات المختلفه الوطنيه. ونروح نشوف تقرير ونرجع تاني. تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني
خلال المرحلة الراهنة. انطلق الحوار الوطني بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء. بدأ الحوار الوطني بعرض كلمة مسجلة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه فيها سيادته تحية تقدير وإعزاز للجمع الكريم قائلا: نتحاور ونتبادل الرؤى مبتغين صالح وطننا العزيز ولرسم ملامح جمهوريتنا الجديدة التي نسعى إليها معا. نحن المصريين دولة ديمقراطية حديثة ونضع للأبناء والأحفاد خارطة طريق لمستقبل واعد مشرق يليق بهم. واجتمع ممثل جميع فئات المجتمع المصري على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة للسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة. ويعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها مساحات مشتركة من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدم الوطن والمواطن. شارك في الجلسة الافتتاحية أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررين المساعدين باللجان ومقدم المقترحات بقضايا الحوار الوطني ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين وكتاب رأي ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية وأعضاء لجنة العفو الرئاسي الشباب من القوى السياسية المختلفة ورجال الدين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ. سنة عدنا. اهلا بحضراتكم معانا مره ثانيه. زي ما قلت لكم في المقدمه نتكلم عن الحوار الوطني، عن رسائل هامه قالها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لعل ابرزها ان الخلاف في الراي لن يفسد للوطن قضيه. الرئيس السيسي تحدث عن الاختلاف والتنوع السياسي مكونات الامه المصريه، والرئيس السيسي كان بيطلب من الجميع التوافق من اجل ان نصل للجمهوريه الجديده. مره ثانيه برحب بضيفتنا الكريمه دكتوره مريان جرجس. اهلا بحضرتك دكتوره مريان، خلينا نرجع بالذاكره من سنه منذ اطلاق الرئيس الدعوه للحوار الوطني، بعدها اتعملت لجان، بعدها اجتمعوا برئاسه الدكتور ضياء رشوان في الاكاديميه الوطنيه للتدريب ووفروا مع الدكتور رشا راغب توفير حاجات كتيره جدا، ومختلف الاطياف السياسيه والتيارات السياسيه. الحوار الوطني ماهيته ايه؟ اهدافه ايه؟ ليه في التوقيت ده خصيصا الرئيس السيسي اطلق الدعوه لايجاد حوار وطني؟ صحيح، زي ما حضرتك تفضلت وقلت، هي كانت الدعوه في ابريل الماضي في افطار الاسره المصريه، ويمكن انا بفتخر ان انا شفت هذه الدعوه مباشره لايف، والسيد الرئيس بيدعو كل اطراف وكل مكونات الامه المصريه ان هي تشارك على طاوله الحوار. ويمكن خليني اقول لحضرتك ان انا فاكره كويس قوي كلمات السيد الرئيس، وقال كل اطراف الامه او كل اطراف الدوله المصريه مدعوون للحديث على الحوار على مائده واحده ما عدا من مارسوا العنف ومن تمردوا على الدستور. طبعا كلنا نعلم من هذه الجماعة المنبوذة اللي غير مدعوة للحوار الوطني، ولكن ما عدا ذلك كل المعارضة وكل الآراء المختلفة هي مرحب بها على طاولة الحوار الوطني المصري. ولكن خليني أشوف مع حضرتك المشهد من بعيد جدا أو من العالم الخارجي، هنلاقي أن مصر هي الدولة الوحيدة المستقرة في الإقليم، في إفريقيا، في الساحل الإفريقي وفي الوطن العربي كله. هتلاقي فيه ملفات ملتهبة كثيرة جدا ونزاعات مسلحة وعسكرية كبيرة جدا وتهديدات أمنية، ولكن هتلاقي مصر في مكانها الاستراتيجي بتتحدث، بيسمعوا بعض، المؤسسات كلها بتتكاتف والأحزاب كلها موجودة على طاولة واحدة. والحقيقة أن هذا المشهد هو جميل وراقي جدا لكل الدول أنها تشوف مصر بهذا المظهر وأنها تشوف مصر بهذه الطريقة، لأن هي طبعا تستحق. ازاي احنا عبرنا بكل الطوابق
التوترات السياسية دي، واستطعنا ان احنا نصل الى هذا النضوج. يعني ان استطاع او ان يعني ساعدتنا الكلمات هنقول ان مصر وصلت لمرحلة من النضوج السياسي والدبلوماسي، ان احنا نجلس على طاولة واحدة وان احنا نشكل آلية حوار، ودي مهمة جدا. يعني في المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وزي دايما ما بقول ان هذا الحوار هو حالة تشكلت ولن تنتهي. يعني دايما هيكون عندنا في الدولة في المصرية حوار وطني، هو ليس مقيدا بجدول زمني، طبعا في جدول أيوة. وفي حوارات نقاشية، ولكن هو ليس مقيد. هذه الحالة ليست مقيدة بجدول زمني قدر ما هي هتكون حالة بتتمتع بها الدولة المصرية وطريقة حوار بين مؤسسات الدولة المصرية. هل الحالة دي ممكن تخلي الحوار الوطني خريطة طريق لتحقيق رؤية مصر مثلا ل 2030؟ هل شايفه ان الحوار ده ممكن يكون فعلا حوار شامل؟ طبعا حوار حقيقي بالفعل. حوار يتسم. احنا سمعنا الناس بتنتقد، يعني فريد زهران ممثلا عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وهو في كلماته قال لك انا معترض على سياسات حكومه، صحيح، معترض على النظام. من حق اي انسان مصري ان هو يعترض طبعا. بس شيء حلو اننا اهم حاجه عندنا مصلحه الدوله في الاخر. هو الاهم يا فندم ازاي بعترض؟ هل أيوة، انا بعترض بشكل راقي؟ هل انا بعترض لمصلحه الوطن ولا انا بعترض من اجل الاعتراض يعني والتخريب؟ اظن تواجدهم جميعا شيء محترم أكيد. جدا، صح؟ بدون حتى شك. تساؤلات السيد عمرو موسى. طبعا السيد عمرو موسى هو شخصيه مثقله يعني وموجوده في عهد يعني حقب سياسيه كثيره جدا، فطبعا يعني احنا شايفين قد ايه الكوادر، والسيد الرئيس يعني من ضمن يعني هل فعلا وجودهم وكلامهم حقق ماهيه دعوه الرئيس في افطار المائده المصريه اللي حضرتك شفتيها ساعتها؟ حسيتي ان الكلام ده بيتحقق على ارض الواقع؟ يمكن ساعتها يا استاذ شريف احنا لسه برضو المواطن المصري لم ينضج بعد، يمكن وقتها كنا نعتقد ان هذا هو كلام فقط وان هي مجرد حاجه، ولكن لما شفنا الجلسات طبعا لما شفنا الجلسات التحضيريه وفي الجلسه الافتتاحيه، ولسه هنشوف كثير من الجلسات النقاشيه. عايزه اقول لحضرتك ان في 113 قضيه بصدد الحوار الوطني ان هو يناقشها، مقسمه ازاي؟ محور سياسي، محور اقتصادي، محور مجتمعي. الجلسات منعقده حد ثلاث خميس، الحد بيناقشوا المحور السياسي، الثلاث المحور الاقتصادي، الخميس المحور المجتمعي. وهتلاقي في كل محور تحتيه بيندرج كثير من اللجان النوعيه بقى، وكل لجنه مثلا لجنه التغيير، لجنه الصحه، لجنه الرصد، كثير من اللجان، ويمكن اكتر من في كثير من الشباب هم اللي بيترأسوا هذه اللجان. خليني اقول لحضرتك ان كل المواضيع الدوله المصريه هي مطروحه على نقاش الحوار الوطني ما عدا ثلاث مواضيع: الدستور المصري طبعا ده لا مساس به، سياسه الدوله المصريه الخارجيه لا مساس بيها، الامن القومي الاستراتيجي. فطبعا دي اشياء لا يمكن المساس بيها. احنا بنتكلم على دوله طبعا، يعني احنا بنتكلم على اننا جايين هنا نتناقش لمصلحه شعب ودوله، مش بنتكلم هنا اننا نهد البلد، على دوله قائمه. ايوه، ولولا ان هي دوله قائمه أيوة. ومؤسساتها متماسكه وقائمه ما كانش ممكن ابدا هيكون في حوار وطني. فدي طبعا من النقطه المهمه. عشان المؤسسات متماسكه وقائمه طبعا بدون شك عادي يتكلموا ويقولوا قدموا اقتراحات ازاي انا وحضرتك هنقدر نتناقش في هذا الاستوديو، والاستوديو ليس به اعمده وركائز، صح. فهو نفس المثال على الدوله المصريه، الدوله المصريه فيها ركائز واعمده، ولذا سهل او بقى سهل علينا ان احنا نقيم حوار وطني. خليني اقول لحضرتك طيب المواطن المصري وتوقعاته من هذه الاشياء ايه؟ يعني كانت برضو نقطه خلاف في الجلسه الافتتاحيه زي ما حضرتك تابعت، هل هترفع نتائج الحوار الوطني الى المجلس النواب ومجلس الشيوخ ولا هترفع الى الرئيس شخصيا؟ هو المتفق عليه ان هي ترفع الى الرئيس شخصيا، وان الرئيس هو يتابع الحوار، جلسات الحوار الوطني، وهيحضر اخر الجلسات. ولكن كان هناك راي بيقول ان احنا هنرفعها الى المشرع في مجلس النواب عشان تاخد شكلها انها تكون مشروع قانون يصدق عليه الرئيس في النهايه، ولكن حتى الان هي ترفع الى الرئيس. فهو ده شكل الخلاف الراقي، هو ده شكل الخلاف البناء، وليس ذلك الخلاف اللي اعتقدنا ان هو خلاف في 2011، لان دي نقطه مهمه جدا. في 2011 عندما كان لدى الشعب المصري طموح ومطالب كثيره، هو كان النيه جيده، ولكن الطريقه كانت خطا، اودت بدوله كامله، ادت الى تدمير دوله، وادت الى صعود فصيل مسلح، فصيل غير امين الى السلطه والى الحكم. يعني يتخذ الدين ستار محاولا ان هو يعني ما عندوش مشكله يعني اراقه الدماء من اجل تحقيق مصالح شخصيه ومصالح الجماعه وليست مصالح وطن. فخليني اقول لحضرتك ان هنا الدوله المصريه مش بتشكل حوار وطني، ولكنها بتشكل حاله وعي. هذه حاله الوعي في 2023 يحصل اكيد لا طبعا. وهل حضرتك كنت تحلم ان في وسط هذه القضايا الملتهبه، وسط كل هذه البلدان
اراده سياسيه أصوات. من الدوله ان هي لا يتعمل حوار وطني صحيح. ويدعي ليه التيارات المختلفه. الاختلاف والتنوع السياسي ده مهم في الحوار الوطني. اكيد طبعا، احنا عندنا لما بيكون في بصدد قضيه وحضرتك بتشوف القضيه دي من مختلف الزوايا، ده مش بيشتت الراي او مش بيشتت وجهه النظر، ولكن هو بيعمل نوع من الاثقال. يعني لما حضرتك حتى بتقابل اي مشكله على المستوى الشخصي بتشوفها من اكثر من جانب، ده بيدي اثقال وبيخلي الراي او المخرجات اللي بنسميها بقى الراي النهائي هي بتكون قويه وبتكون متزنه وبتكون عادله. فالحقيقه ان الحوار الوطني، هرجع للكلمه اللي انا قلتها لحضرتك، المواطن المصري متوقع ايه من الحوار الوطني؟ مفروض انا كمواطن مصري اتوقع بعض حلول لكثير من القضايا اللي بتقابلني، وايضا كثير من الاجوبه والاسئله بتشاغل الراي العام المصري. هل شايفه ان الدوله المصريه بهذا الحوار الوطني بتسعى لفتح مجال للحريات بشكل اوسع؟ احنا عارفين ان في مجال للحريات، وعارفين صحيح. ان الدوله المصريه بتحاول جاهده في امور كثيره، وانا اتحدث هنا عن مجال سواء الحريات ما يقال، الحريات الاعلاميه او الحريات في الاحاديث الصحفيه وغيرها، او الحريات العامه. انا اتحدث هنا ما قاله السيد عمرو موسى ان ملف يعني ملف المعتقلين او ملف المحبوسين احتياطيا على ذمه بعض القضايا ولجنه العفو الرئاسي يجب ان يتم اغلاق هذا الملف نهائيا حتى لا يكون هناك مسجون سياسي. صحيح. يعني ده مش كلام، ده كلام ما تم طرحه. هل فعلا الدوله عندها اراده سياسيه لهذا الموضوع؟ اكيد فعلا، وانجاز التعبير يا استاذ شريف. خليني اقول لحضرتك ان الدوله المصريه بقى بتقدم حريه الراي بالطريقه النموذجيه وبطريقتها هي، وليس بالطريقه التي تفرض عليها، لان احنا كنا شفنا في السنوات السابقه قد ايه منظمات حقوق الانسان وقد ايه دول الغرب كانت بتستغل هذه الحاله اللي مش موجود فيها حوار وليس موجود فيها طاوله بتجمع كل الاراء المختلفه، ان هي تدعي افتراء على الدوله المصريه ان هي بتكتم الراي او ان هي بتحط وبتصادر الراي الاخر. والحقيقه ده كان بيغل يد الدوله تجاه اشياء كثيره جدا، وكانت نقطه ضعف بيستطيعوا ان هم يدخلوا وينشروا اشاعات كثير جدا ويفتروا ضد الدوله المصريه. طبعا. ولكن الدوله المصريه دلوقتي بدات هي تحط تجربتها، وهي قدرت ان هي تعمل التجربه المميزه بتاعتها اللي تحميها من اي ثغرات او اي ادعاءات كاذبه قادمه من هذه المؤسسات. سؤال سالته لضيفي في شهر رمضان في موضوع الحوار الوطني هعيد طرحه على حضرتك، وده هيفضل في كل حواراتي عن الحوار الوطني. اتفضل. هل هذا الحوار الوطني يحمل الاحزاب السياسيه باختلاف انواعها، انا اتحدث هنا سواء حزب معارض سواء حزب مناصر للنظام سواء بتحملها مسؤوليه كبيره جدا تجاه الشعب المصري؟ جدا، مسؤوليه كبيره جدا، وبتحمله نضوج لابد ان هو يصل اليه. الاحزاب اللي كانت عندنا يعني واحنا بنتحدث بمنتهى الشفافيه 113 حزب، ولكن هذه الاحزاب كانت مجرد اوراق، كانت مجرد حبرا على ورق، وكان ليس لديها دور في المشهد السياسي، لان لو كان ليها دور في المشهد السياسي لم يكن كان مشهد 2011 ابدا يحدث. فطبعا هذه الاحزاب بدات دلوقتي ان هي تنخرط في المشهد السياسي، لابد ان يكون لديها نضوج سياسي، لانه اذا ما طرأ اي تغيير على المجتمع المصري سياسيا تستطيع ان هي تصد، تستطيع ان يكون هناك فصيل منظم غير الفصائل المسلحه والفصائل الخائنه ان هي تتولى. ويمكن نقطه مهمه قوي اكدوا عليها في الجلسه الافتتاحيه وهو التداول السلمي للسلطه، ويمكن دي نقطه مهمه جدا تم اكيد اتكلموا عليها، الموضوع الانتخابات الحره، وهم الاشراف القضائي. لا، الاشراف القضائي امداد الاشراف القضائي، لانه حسب الهيئه الوطنيه للانتخابات كان هينتهي الاشراف القضائي هذا العام، واحنا طبعا في 2024 عندنا انتخابات رئاسيه، وبالفعل تم التمديد للتشريف القضائي. سياده الرئيس قال كلمه انا عايز اتوقف وعارف حضرتك هتحليها من كل جوانب. قال احلامنا واملنا تفرض علينا التوافق. هل ممكن التوافق يكون المكون السحري على الرغم من اختلاف وجهات النظر؟ صحيح. ما احنا قلنا ان اختلاف وجهات النظر لن يفسد للوطن قضيه. احنا بنتكلم على اننا بنعمل حلول، احنا بنتكلم على اننا بنبني وطن رايحين لجمهوريه جديده. هل فعلا احلامنا واملنا
تفرض علينا التوافق، وده يكون مكون السحر اننا نعدي بيه الازمات بدون شك يا فندم. احنا على الاقل متوافقين على المبادئ الرئيسيه، متوافقين على الوطن، متوافقين على مبادئ الجمهوريه الجديده. الحقيقه يمكن التوقيت، ويمكن السيد الرئيس عندما دعا الى الحوار الوطني لم يكن هناك صدام روسي اوكراني، لم يكن هناك تحديات اقتصاديه، ولكن شاء القدر ان يكون هناك حوار وطني في ظل هذه التحديات. لان حضرتك في ظل هذه التحديات الاقتصاديه والسياسيه هتسمع لكل الكوادر اللي موجوده دلوقتي، اكيد فيهم راي هيثري الدوله المصريه ويقدر ان هو ياخد طريقه الى النور ويساعد في حل هذه التحديات والمشكلات. عندما يكون هناك تحدي كبير بهذه التحديات اللي بتقابلها الدوله المصريه، بنحتاج ان احنا نجمع اراء كثيره، لان ممكن راي على راي بنخرج براي اخر مثقل زي ما قلت لحضرتك. فيمكن شاء القدر ان يكون هذا التوقيت وان يكون هناك للحوار الوطني دلاله مهمه جدا في هذا التوقيت الدقيق جدا اللي بيمر به كل دول العالم. مريان جرجس كمواطنة، هل اقدر اقول ان عندها على يعني اجنده معينه او نقاط معينه، أجندة شخصية. ايوه شخصيه صحيح. نفسك تتحقق في هذا الحوار الوطني؟ اكيد طبعا يا فندم، اكيد. حتى على المستوى الصحي عندي احلام كثيره وعندي امال كثيره ان يكون هناك اعاده هيكله مثلا للمنظمه الصحيه او للمنظومه الصحيه اللي موجوده في مصر، ان يكون في طريقه لاستخراج الكوادر الابداعيه. احنا عندنا شباب كثيره جدا، ويمكن الديموغرافيكس بتاعت الشعب المصري فيها نسبه شباب كبيره جدا. يعني احنا مش شعب كهل او شعب عجوز، ولكن احنا شعب مليء بالشباب. فالحقيقه انا اتمنى واحلم ان الدوله المصريه والله حتى كبار السن في شعبنا والله بيبقى بتحسي ان الحيويه والشباب بيدب فيهم صحيح. وقت الازمات. ولكن الشباب طبعا عندهم حماسه وعندهم ابداع. اتمنى ان يكون لدى الدوله المصريه منظومه لاستخراج الكفاءات الحقيقيه اللي موجوده في هذا الشعب. انت شايف ان في كفاءات ومش مستغله شبابيه في الشعب؟ رؤيه حتى السيد الرئيس شايف ان الدوله المصريه لديها كثير من الكفاءات. مصر ولاده دايما. طب مين اللي يكتشف ده؟ لازم يكون عندنا منظومه مقننه ولديها سكيلتون او لديها هيكل عظمي يستطيع ان هو يصل. يمكن مبادره حياه كريمه لو تم ادراك فيها استخراج الكوادر والمواهب اللي موجوده في الريف وفي القرى، دي هتكون فرصه كويسه، لان حياه كريمه هي بتطوف كل محافظات مصر. فاعتقد ان لو تم ادراجها، يعني ده مقترح شخصي، ممكن ان هو يكون ضمن مبادره حياه كريمه. هم يكتشفوا المواهب ويكتشفوا اكيد طبعا الشباب لا بد ان يكون فيها شق ثقافي وشق فني. واعتقد السيد الرئيس عندما يذهب الى اي قريه حتى في افتتاح او في تجديد دايما بيحرص على ان يكون في مواهب وان يكون في رعايه للحرف ورعايه للحرف اليدويه. دايما حتى الحرف اليدويه احنا مش واخدين بالنا قد ايه ليها انعكاس على الاقتصاد. يعني احنا عندما نتحدث على الاقتصاد الصيني، هو الاقتصاد الصيني ايه غير ان هو بيصنع كل حاجه موجوده من اصغر شيء لاكبر شيء. يعني هي دوله ليست صناعيه كبرى بتهتم بالصناعات الثقيله فقط، ولكن هي دوله بدات من الصفر وبدات بالتصنيعات اشياء بسيطه جدا. فالحرف اليدويه لا مهمه جدا طبعا. دكتوره مريم، هل مدونه السلوك في 9 نقاط في مدونه السلوك للحوار الوطني، هل بتتفق معاها ولا كان نفسك حاجات تضاف وحاجات تتشال؟ بالعكس، يعني شايفه ان هي كانت نقاط شامله جدا ويمكن وصفت بشكل دقيق جدا. اتمنى بس ان هذه، يعني حتى لو الجدول الزمني انتهى بتاع الحوار الوطني، ولكن اتمنى ان هو يستمر، لان التحديات لن تنتهي. احنا لسه كنا في بدايه الحلقه مع حضرتك بنتحدث على ان هناك تحديات كبيره جدا، وان الشكل السياسي هيتغير وهنتحول الى عالم متعدد الاقطاب. فاتمنى ان هذا الحوار لا ينتهي حتى في العقود القادمة، وأن يكون لديهم رؤية وأجندة في السنوات القادمة. أولا نورتينا، ويكون لنا لقاءات أخرى. بشكرك على تحليلك المحترم سواء لفقرة الأخبار أو حتى الحوار الوطني ده كما عهدناه من كاتبة صحفية ومحللة سياسية كبيرة زي حضرتك. نورتينا يا دكتورة مريم. هي كبيرة في المقام وليس السن عشان بس نورتينا يا دكتورة مريم. ضيفتنا النهارده كانت الأستاذ دكتورة مريم جرجس، كاتبة والصحفية والمحللة السياسية. كلمنا عن أمور كثيرة، هفضل أعيدها لكم في كل حلقة. هنتكلم ونقول وننتقد وده مش عيب، بس في النهاية الخلاف في الرأي عمره ما يفسد الوطن قضية. إن شاء الله الزميلة العزيزة والصديقة العزيزة أيتن موجي يكون موجودة إن شاء الله يوم الجمعة الجاية. وبشكر كل أسرة عمل فريق يوم الجمعة. بكرة يوم جديد ومباشر مصر. إلى اللقاء.